العبيط اللي في الصورة ده إعلامي اسمه إبراهيم عيسى الشهير بأبو حمالة. المهم بقاله سنتين عمال يغلط في الدين ويهبل في الأحاديث والسنة وينكر رحلة الإسراء والمعراج ويغلط في الشيخ الشعراوي. المهم لقى هجوم جامد جدا من كل المصريين، وأولهم المستشار مرتضى منصور غسله ومسح بكرامته الأرض. المهم يسكت ويقول خلاص بقى، لا، يكتب فيلم اسمه الملحد ويجيب شوية الممثلين دول اللي انتوا شايفينهم اللي ملهمش أي 30 لازمة في الحياة. والهدف من الفيلم ايه بقى؟ تشكيك المسلمين في ثوابت الدين، بمعنى ان الزنا يخترعوا له اسم جديد ويبقى تحت مسمى المساكنة، والديانة ما تتكتبش في البطاقة، والبنات ما تلبسش حجاب عادي كان زمان بيمشوا كده. وأول يوم عرض للفيلم الدنيا اتقلبت بسبب الأحداث اللي بتدور عنه قصة الفيلم، وأولهم وأخطرهم وهي الإلحاد. وكل واحد حر في حياته يختار ديانته، في رب أو ما فيش رب، الناس أحرار، والمجتمع المصري يبعد عن ثوابت الدين، والحياة تبوظ والدنيا تبقى سبانخ، وكل واحد يعمل اللي هو عاوزه وكأن الدنيا مخلوقة هباء. أعوذ بالله. الدولة مشكورة سمعت الضجة حوالين الفيلم، أصدرت قرار بعدم عرض فيلم الملحد خالص. ومن وقتها وأبو حمالة العبيط ده هيتجنن عشان فشل في تغييب المسلمين عن الدين، ونسى إن ربنا هو اللي قال بسم الله الرحمن الرحيم: نحن أنزلنا الذكر وإن له لحافظون. صدق الله العظيم. والأشكال دي طول ما هي موجودة في مصر بتحاول بكل الطرق إن هي تبعد الناس عن الدين وعن الثوابت الدينية. وأنا بستغرب الناس دي، طب أنت ديانتك إيه؟ طيب اطلع قول لنا أنا مثلا مش مسلم، خلاص مفيش مشكلة، أنت حر في اللي أنت بتقوله، أنت راجل، أنت مش مسلم. إنما يجيبوه في البرامج والناس تفضل تسمع له ويتكلم عن الهبل اللي هو عمال يهبل بده، والمذيعة تقول له انت مسلم ولا مسيحي، ولا ايه دخلك؟ هي دي حاجه تخصك في حاجه؟ طب انت مين زقك علينا تبوظ الدين في مصر؟ ومين له مصلحه ان الاجيال اللي طالعه دي تنسى الثوابت الدينيه؟ ليل ونهار عمال تهبل وتغلط في الاحاديث والسنه. بصراحه انا بعتب على المصريين اصحاب البرامج اللي بيستضيفوا ناس زي دي، او بيجيبوا ناس زي دي يعملوا لهم برامج ويفضلوا يتكلموا عن الدين والناس والعلماء، وهو ملوش اي لازمه في الحياه، ويبقى صحفي بيجايب في ثانويه عامه 60% وعمال يقرف فينا ليل ونهار. ربنا ياخده هو والاشكال اللي زيه.